السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ وحشتوني. انا بقالي فترة كتير اوي منزلش فيديوهات وكده، حتى المشاهدات في القناة قلت، فياريت تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. النهاردة جايب لكم درس مهم. وهيبقى عبارة عن ان انت ازاي تعمل رقم وهمي وتفعل بيه الواتس. هو برضه هنزل لكم في وقت تاني برضه ازاي تعمل تليجرام برقم وهمي، او ايمو، او مثلا اي حاجة، يعني اي برنامج ممكن تملى بيه بتستخدم معنا في التواصل. فكلنا في البداية بس نصلي على النبي ويلا بينا نبتدي الدرس. دلوقتي انت كل اللي هتحتاجه برنامج هاشد ده هتلاقيه من جوجل بلاي عادي. هتحمله. تمام. هتخش عليه عادي. هيطلع لك زي ما انت شايف كده، دي الواجهة بتاعته، يعني هو مش صعب اصلا. هتعمل ساين. انت يا جماعة ظهرت لي الليست دي، هخش على كليم ناو دي. تمام. انت مثلا هنا، انت لو رجعت اصلا قبلها، لو مثلا دخلت على امريكا مثلا، يعني عايز تشوف الاكواد، هتشوف موبايل هنا، تشوف كود اي دولة، يعني اي ولاية انت عايزها. يعني مثلا هشوف كاليفورنيا 818 مثلا، يعني هدوس كريم ناو هنا، كاليفورنيا 818، هدوس سيرش، هيطلع لي اكتر من رقم. تمام. فانا عشان اجرب الارقام دي شغالة ولا لا، اول حاجة هعملها هرجع للواتس. يعني قبل ما اعمل اي حاجه هقوم راجع على الواتس كده، اماينس دي، وهجيب الواتس اهو. تمام. اجري اند كونتينيو، ويونايتد ستيتس وعلى الجهاز. هشوف هنا الرقم اول ينفع يعني ايه بيتقبل على الواتس ولا لا. هو طبعا كود الدولة زائد واحد، هنا 818 هكتبه. هكتب هنا 818، 2455، 2455، 848. انا بعمل الحركة دي ليه؟ عشان قبل ما اخد الرقم اشوف الواتس هيقبل فعلا الرقم ده ولا في حد اخده قبلي. يعني عشان بس ما افضلش اخش واطلع اوجع دماغي، فبجرب الارقام من بره وساعتها بخش. فادوس نيكست. بيقول لك ايه؟ الرقم اللي انا كاتبه ده ايه؟ كبير. ازاي؟ في حاجة بتتصلح ثانية كده. 818، 2455، 848. تمام. لا معلش. اهو كده اتظبط يعني. هدوس نيكست، هشوف كده الرقم هو زي ما انتوا شايفين، عشان محدش يواجهه مشكلة. الرقم زي ما انتوا شايفين هو معمول له بان من الواتس، فانا مش هينفع اخد الرقم ده، فراح اشوف رقم تاني وهكذا. هفضل اجرب بقى في كل الارقام دي لحد اما رقم واحد من دول يظبط معايا. طبعا لما ظبطش معايا بقوم راجع تاني مثلا، واقوم جايب اليونايتد ستيتس، واجيب بقى رقم ولاية تانية وهكذا. افضل اجرب بنفس الطريقة دي لحد اما رقم معين يظبط معايا. ولو انت عايزه لكندا مثلا، هتجيب من كندا مثلا اهو. هنا رقم الولايات، انت بتاخد الرقم ده. او مثلا لو دخلت يعني زي ما انت بتكتب في الكليم ناو دي وبتكمل. تمام. فانا كان خلينا مع 818، فانا هجرب كذا رقم وهرجع لكم، بس انا بوضح لكم بس عشان لو في حد حصل معاه مشكلة في الموضوع ده، لانها بتحصل كتير، فانه لازم يفضل يدور يعني. فهجرب كده كذا رقم لحد ما رقم يتظبط معايا واسجل لكم تاني. طبعا يا جماعة، أنا بعد ما غيرت الكود بتاع الولاية وكده، قعدت أجرب في حاجات كتير يعني لحد ما إيه، طلع لي الرقم زي ما انتوا شايفين المسج اللي على الشاشة دي. فهدوس أوكي. هو لسه طبعا ما جاليش هنا الكود، بس أنا هروح على البرنامج. تمام. واختار الرقم، كليم فري ناو. هيطلع لي الشكل ده. هشوف هو عامل الحاجة اللي هو عايزها. تمام. هو هنا الرقم أهو جالي. هنا دي أول مسج بتجيلك في البرنامج مكتوب عليها الهاشد. وطبعا لسه مفيش مسجات. هنا ماشي. هو ده شكل الواجهة بتاعت البرنامج. ده الرقم.
تمام. وبقول لك اهو مدولك 3 ايام فري، بعد كده الرقم بينتهي. فارجع تاني. اروح اشوف الواتس، المفروض لسه ما بعتوش الرسالة. دوس resend SMS، وتتبعت في خلال الدقيقتين دول. في اوقات كتير يا جماعة، بالذات في الواتس، لو اي برنامج تاني بيظهر لك مسج على طول، في اوقات كتير الواتس ساعات ما بيبعتش الكود على طول. فعشان انا جربت حوار كول مي اكتر من مرة، ف عشان لو واجهتك المشكلة دي، أول ما تيجي تعمل كده، دوس على كول مي دي أول ما الوقت يخلص. بس قبل ما تعملها اعمل الخطوة دي الأول. هتروح هنا على كولز، قصدي سيتنج. تمام. كول مانجمنت دي، وهتعمل send calls to voicemail. تمام. تخليها تعلم عليها كده تفتحها يعني. بس هترجع بقى وهتقوم رايح على الواتس. أول ما هنا هيطلع لك، هتلاقي مثلا حوالي دقيقة وأربعين ثانية تقريبا، هتدوس عليها كول مي، ده لو كل ما اتبعتش على طول يعني. بس اعمل الخطوة دي الأول، تمام، متنساش. بعد كده هتروح على كولز، شوف هما اتصلوا بيا، شوف 3 مرات. فهتهجلك هنا بالفويس ميل. تمام. هتلاقي اهو هنا ده الكود. 8 7 ده الكود اهو. 0 4 2. تمام. ناقص رقم. 8 7 0 4 2. Your verification code is 9. تمام. هو المفروض كده الايه خلاص زي ما انتوا شايفين هو دخل معانا. سميه مثلا، اسميه احمد. تمام. نيكست. هو طبعا هنا انت ما عندكش اي حاجة. اهم خطوة لازم تعملها بعد ما تعمل الرقم، لازم تخش هنا على setting. تمام. account. بعد كده two step verification دي، عشان لما يجي حد مثلا هياخد الرقم تاني ويجي يعمل بيه، مش هعرف يعمل بيه على رقم الواتس اللي انت عامله. عشان ما حدش مثلا يخش، او انت عامله حاجة مثلا معينة فيخش بقى ايه يلخبط لك الدنيا. فهتدوس على two step verification، هتدوس enable دي. مثلا اكتب اي كود انت عايزه. انا اكتب 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، اي رقم. اكتب بقى اي ايميل بقى، عشان لو حد يعني لو محدش عارف يدخل عليه ده بالكود ده. هنا اكتب اي ايميل بقى ايا كان، يعني ده وزيادة امان بس. فتكتب مثلا احمد اي حاجة. لو عندك ايميل يعني انت مش عامله اساسي، يعني عايزه بس لزيادة التأكيد، براحتك انت اللي رايح. اكتب احمد محمد مثلا 50 @gmail.com. تمام. وبس هتدوس نيكست، وهتعمل نفس الميل تاني. تمام. وتدوس سيف. بس كده يا معلم ضن. انت بقى طبعا عايز تلغي بتعملها ديسيبل، لو انت عايز تقفل الاكونت خالص بتعمل له ديليت انت وراحتك. كده محدش هيقدر يخش على الاكونت يعني على الواتس ده، الا لازم يكتب البين كود اللي احنا كتبناه، اللي هو انت زي ما انت شايفه ده اللي ظهر لك فجأة. فاكتب 1 2. تمام. بس هو كده بقى ايه، ده كده بقى الواتس بتاعك بقى، وعيش بقى ان شاء الله. بس يا ريت ما تنسونوش من الدعم زي ما قلت لكم، عشان المشاهدات قلت جامد يعني. يا ريت توصلوا الفيديو حتى 50 لايك. وان شاء الله استنوني الفترة اللي جاية هنزل لكم حاجات احسن. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس النهارده، وان شاء الله الدرس الجاي هنزل مسائل الايمو والتليجرام. بالذات هنزل تليجرام الاول. وانا شايف ان هاشد ده، يعني انا جربت اغلبيه الحاجات كتير، بس هاشد ده مشاكله اقل حاجه يعني، وبيتفعل بسرعه. حتى لو في مشكله انا صلحتها لك ووضحتها لكم في الفيديو. فاتمنى النهارده ان يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنوني في الدرس اللي جاي. سلام.